5 سنين ما بتمرنش ساعد، الساعد اهو الحمد لله. انت لو جيت مسكت كده الماشين عايزه تاخد القبضه بتاعتك وتقوم راجع كده لورا، فانت اصلا بتعمل ايه؟ لا ارادي حتى ما تمرنش كده، فبتقوم عامل كده صح؟ فيبقى انت عندك الريست فليكسور شغالين. وعشان كده لما نخش في جزء البروجرام ديزايننج مش كل شخص هتحط له تمارين ريست، لان انت اصلا الريست بتاعك شغال في كل التمارين، لان كل تمرينه الدمبل او الماشين عايز يسحبك كده فانت بتشده كده، او عايز يسحبك كده فانت بتسحبه كده، او عايز يسحبك لتحت فانت تسحبه لفوق، فانت كل الريست فليكسورز والاكستنسورز شغالين معاك اصلا، فعشان كده بيطوروا. تمام؟ انا حرفيا مثلا بلا مبالغه بقالي داخل في حوالي 5 سنين ما بتمرنش ساعد، الساعد اهو الحمد لله عادي. 5 سنين ما بتمرنش تمرينه واحده ساعد. طب هو بيتطور ازاي؟ اندايركت فوليوم شغال معاك في كل تمارين. انت لو ماسك بس دمبل، ماسك بس بار، ماسك قبضه كيبل كده، عضلات الساعد شغال، انت مش محتاج تحط لها كم تمارين مهوله عشان تكبر. اتمرن والعب هتلاقي الدنيا تمام، الا في حالات معينه ممكن نخليه ايه؟ يلعب ريست، العضله ما بتطورش خالص، الشخص ده مصارع، الكلام ده كله سبيشال كيسز ممكن تحط له ايه؟ فوليوم للتمرين ده، تمرين